دي الحلقه ال 17 من سلسله جامبل وباس، والحلقه ال 17 بعنوان المسبح. وبيبقى الجو في علم النار لدرجه ان الراجل بتاع الايس كريم بيسيح هو والعربيه بتاعته، وريتشارد بيملي طشه البلاستيك ده وبيقول لجامبل وداروين يلا بسرعه قبل ما تتحول لميه نار. وبيطلعوا من الضله ولسه هينطوا المسبح بينفجر، وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه، وبيلاقوا كده نسمه هوا جايه من عند مستر روبنسون، وبيلاقوه مشغل التكييف وعايش، وكلهم بيقولوا ها شويه هوا نضاف كده. ومستر روبنسون بيشوفهم وبيقول لهم التكييف ده بتاعي، وبيحاول يقفل الشباك من جهاز التحكم في الباب. يا معلم اصل مستر روبنسون ده بيشوف فلوس وما بيعرفش يتحكم في الجهاز وبيفتح كل حاجه في الباب، ومن غصب عنه بيقوم فاتح حمام السباحه، وكان بيكون مستخبي تحت الارض. وجامبل وداروين وريتشارد بيشوفوا الحمام وبيقولوا حلو قوي. وريتشارد بيقول ممكن ننزل في الحمام ده يا استاذ يا مستر يا معلم روبنسون. ومستر روبنسون بيقول له ده امك روح اشتغل يابا وهات مسبح بفلوسك. وريتشارد بيقول له ماشي والله لا معيط. وبيروحوا لمرات مستر روبنسون، وريتشارد بيقول لها العيال نفسها ينزلوا المسبح يرضيكي، يعني العيال يسيحوا يرضيكي؟ وبتقول لهم والله انتوا صعبتوا عليا قوي ثواني. وبتجيب لهم كوتشيات بالاسمنت وبتقول لهم ده عند الست الوالده، وبتبقى بتكون متفقه مع جوزها. وبيكون مستر روبنسون قاعد في القطب الشمالي وهم قاعدين في افريقيا، وجامبل بيقول انا عندي فكره. فالسيد روبنسون بيكونوا قاعدين جنبه بينادى عليه وبيقول له احنا هنفضل قاعدين كده لحد ما الشمس تحرقنا، وطبعا انت مش هتستحمل اللي انت هتشوفه وهتسيبنا ننزل البحر. ومستر روبنسون بيقول لهم تمام ماشي. وبيقعدوا لحد ما بيتحمصوا وبيكون هو ولا في دماغه. وريتشارد بيجي وبيقول له ابوس ايدك خلوهم يعوموا في المسبح، وبيكتب له لا على ايه ده. وريتشارد بيقول ماشي، وبينزل تحت الارض وبيفضل يحفر علشان يوصل لحمام السباحه. وجامبل بيقول له انت تمام يابا؟ وريتشارد بيقول له ايوه يا ابني عادي في حاجه ولا ايه؟ وبيقعد يحفر لحد ما الميه بتنزل، وبيطلعوا يشوفوا المسبح وبيلاقوا خرم مطرح الفتحه، ولسه روبنسون هيطلع يعوم الجرس بيرن. وبيطلع ريتشارد وبيقول له انا كنت نفسي عيالي ينزلوا المسبح. والسيد روبنسون بيعيط وبيقول له انا والله نفسي انزلهم المسبح، بس المشكله ان ابني اللي مفتقده بقالي 4 سنين مش موجود وعمره ما نزل المسبح ده. وبيبدا يحكي له قد ايه هو تعب علشان يوصل اللي هو فيه دلوقتي. وفي الاخر جامبل ودارهم بيجيبوا له ابنه، وده بقى اللي صح في اول الحلقه. وروبنسون بيقول ايه ابني اخش اخد دوش وننزل انا وانت المسبح. وريتشارد بيقول لهم ايه صلحتوا المسبح؟ وجامبل بيقول له واحد عنده 10 سنين والتاني عنده 11 سنه هيصلحوا مسبح عنده فوق ال 20 سنه، وبيجروا عشان يصلحوا المسبح بس في كل مره بيفشلوا. والسيد روبنسون بيجيب ابنه وبيروحوا المسبح وبنلاقيهم عملوه، وبيجوا عشان ياخدوا غطس وبيلاقوها رسمه وبينزلوا يتفشخوا. والسيد روبنسون بيقول لهم تعالوا اتفضلوا. وريتشارد بيقول له كتر خيرك مش عاوزين.